السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. أنا اسمي علياء وعندي 20 سنة، عايشة مع بابا وماما واخواتي البنات. بابا راجل ميسور الحال، شخص معروف بسمعته الطيبة وكويس ما بين كل الناس، وكان مخلفنا احنا 4 بنات. للأسف بابا موضوع إن احنا بنات ده كان بيخليه على طول الناس بتعايره في الرايحة والجاية، وتقوله يا ابو البنات يا ابو البنات، وكأن خلفة بنات ورا صبيان دي بمزاجه. المهم كان نفسي ومنى عيني إن بابا يكون فخور بينا، وما يحصلش أي حاجة في حياتي أنا وإخواتي تخليه يكسر عينيه أو راسه قدام الناس، أي حد في الدنيا. بس اللي حصل ده ما كانش بإيدي. أنا كان جسمي فاير وكان شكلي حلو قوي، ورغم إن أنا كان عندي 17 سنة بس، إلا إني كان بيجيلي عرسان كتير جدا، ولأن بابا شخص ميسور الحال وما عندوش إخوات صبيان، فكان كل ما يبقى معاه قرش يجيب لنا حاجات علشان لما نيجي نتجوز. كان بيشيل الأول الفلوس، وبعد كده لما لقى إن بيجيلي عرسان بدأ مرة يجيب لي تلفزيون، مرة يجيب لي تلاجة، مرة يجيب لي غسالة. ولما لقاني بيتقدم لي عرسان واتخطبت أول مرة لواحد اسمه حسين، وحسين ده كان شخص يعني طماع شوية وبخيل قوي. وبعد الخطوبة بفترة قليلة جدا بابا قرر ان احنا ننهي الخطوبة دي، وان احنا نديله حاجته. ما كانش عندي اي مشكلة لان انا ما كنتش بحبه، وما كانش في ايدي يعني ما كانش في بالي اي حد في حياتي خالص. بالعكس، انا كان نفسي قوي ان انا اكمل تعليمي، ويعني اعمل لبابا هيبة واعمل لبابا شكل كويس قدام الناس. فما كانش في دماغي قوي فكرة الجواز دي. لما امي كانت هي اللي عايزة تجوزني، وكانت تقولي دايما ان الجواز هو سترة البنت، مهما حصل لازم ان انتي تتجوزي وتتستري. ولما كنت بقول لها يا ماما طب تعليمي اللي انا عايزة اكمله، كانت دايما تقولي احنا هنشتري لك وهنشترط على اللي يجي ياخدك ان انتي عايزة تكملي تعليمك، حتى لو ابوكي هو اللي هيصرف عليكي في التعليم مفيش مشكلة، بس انتي هتكملي تعليمك وما تقلقيش. فسمعت كلام ماما وقلت لها تمام تمام يا ماما حاضر، لان انا واخواتي كان مقفول علينا قوي، واي واحدة فينا كانت كل كلمة ماما بتقولها بتتحط كده حلقة في ودانها. الموضوع انتهى وخلاص. وفعلا بعد ما سبت خطيبي الاولاني اللي هو حسين بسبب ان هو كان بخيل قوي وطماع، وكان دخلته كده دخلة طمع على بابا، ولقيته بيجيلي عرسان كتير كتير جدا. فبابا المرة دي اختار هو اكتر واحد شافه ان هو مناسب، وعلشان احنا اتقرصنا من الشخص اللي هو كان طماع ده، بابا قال لي ان انا هختار لك واحد يكون ميسور الحال ومستواه الاجتماعي كويس، علشان ما يبقاش باصص لنا زي الاولاني ده، لان بابا ما كانش بيفكر كده. وخطيبي الاولاني ده كان بيشتغل عامل عادي على قد حاله، وبابا ما كانش عنده اي مشكلة خالص في الموضوع ده، وعنده استعداد كمان ان هو يساعدنا، لكن طريقته واسلوبه كانت وحشة، عشان كده بابا سابه. فده بقى كان راجل معروف جدا، وأبويا عارفه وعارفه كويس، وجه واتقدم لبابا علشان ياخدني لابنه. بعد ما أمه شافتني وأنا ماشية مع ماما مرة ورايحين السوق، اتجننت عليا وقالت هي دي يا بلاش، لأن زي ما قلتلكم جسمي فاير وشكلي حلو، ورغم ان انا كان لسه عندي 17 سنة، الا ان هو كان مستعجل قوي وقال احنا هنخلص كل حاجة بسرعة ونخش على طول. فبابا قال له يا ابني انت مستعجل كده ليه؟ ده انت لسه صغير. والمفاجأة ان العريس هو كمان كان عنده 16 17 سنة زي بالظبط، لان ابوه ما كانش عنده غيره، فكان نفسه منى عينه ان هو يفرح بيه. بابا ما كانش مقتنع بالجواز الجوازة العيالي دي، وقال له لا يا عم ده هما الاتنين كده صغيرين يتجوزوا ازاي يعني؟ قال له انت ناسي ايام زمان
كانت البنت بتبقى عندها 13 14 سنة، وأول ما تجيلها العادة الشهرية تتجوز على طول. ايه المشكلة يعني لما تتجوز وهي عندها 17 سنة؟ ابني راجل اهو، ماله يعني؟ ما ايام زمان اللي كان بيعرف يتجوز 18 سنة كانوا بيتجوز، واهم حاجة ان هو يعرف يفتح بيت. فامي قعدت تقوله ما تسيبهم، ده شكلهم نسب كويس، ومادام ما انت عارف اهله كويس وواثق فيهم خلاص. والست دي شكلها محترم وبنت حلال اللي هي حماتي. وقالت له كده كده احنا مش ناقصنا اي حاجة، خليها تتجوز وتتستر علشان يفوق لاخواتها. ولا انت يعني هتفضل مقعدها جنبك كده لحد امتى؟ البنت مصيرها للجواز، و17 سنة ده وماله؟ طب ما انا كنت متجوزة واصغر منها. طبعا ماما هي تقريبا اللي اقنعت بابا بالموضوع ده. فبابا ساعتها قال لها صحيح، ده كده مش هيتجوزوا، ازاي هيتجوزوا 17 سنة؟ فقالت لي يا اخويا ده كله دلوقتي بيكتب عرفي لما تبقى العروسة صغيرة، بيوافقوا بعد السن القانوني ما يتم. فراح متصل على حماية، فراح قايله طب ما نستنى السنة دي. راح حماية قايل لي لا يا سيدي، انا عايز افرح بابني وخلاص. الولد عش بنفسه ان هو هيتجوز، وانا جهزت كل حاجة بعد ما اتفقنا على طول. انا عايز افرح بابني قريب، واخلي الفرح احسن حاجة. انا هعمل لهم كل حاجة، ما تقلقش على اي شيء، حتى التعليم وكل حاجة انت بتقول عليها هتحصل وهتتم زي ما انت عايز واكتر كمان. وبس. اتخطبنا فعلا، وفي خلال شهرين كنا مجهزين احسن شقة، طبعا اللي هي في بيت ابوه. وانا ابويا جايب لي كل حاجة اشكال والوان. امي قالت لي انت بقى يا حبيبتي تتجوزي وتعملي بيت وتكوني اسرة، علشان كمان نفوق لاخواتك اللي بعد منك مصيرهم برضو للجواز. وراح الحمد لله يعني ان انتم كلكم ما شاء الله حلوين ومؤدبين ومحترمين، كلكم كده جسمكم ينفع للجواز خلاص. خلاص جه يوم الحنة، وأمي طبعا بدأت إن هي تعملي تجهيزات بقى بتاعة الحنة. وكانت أول مرة في حياتي أعمل وشي وأعمل سويت وأي حاجة من الحاجات دي، لأن أمي كانت مخليانا زي القطة المغمضة. قعدت بقى تشرح لي شوية، وقالت لي دلوقتي انت هتتجوزي ولازم تعرفي شوية حاجات عن الجواز، وخلي بالك من نفسك، وجوزك تشوفيه كويس كده قدامك ويدخل عليكي بحجر وبإيديه زي ما هو عايز. المهم ان انت تشوفيه قدامك ان هو سليم. النصيحة دي غالبا كل البنات أهاليهم بتقولها لهم، بتقول لهم الكلام ده. أمي قالت لي أنا قلت أقول لك علشان هو لو صغير وشمال أنت تبقى عارفة. طبعا أنا كنت بقول لماما حاضر وخلاص وماليش دعوة بأي حاجة. ادتني شاشة بيضة كده وقالت لي لما تخلص ينزل منك حاجة كده حطي الشاشة دي عليها علشان برضه هو لو مش عارف. قلت لها ماشي يا ماما حاضر. كنت أنا بقى مرعوبة وحاطة إيدي على قلبي. أنا عمري ما حصل بيني وبين أي حد أي حاجة، وأنا عمري فهمت في الكلام ده. كنت زي القطة المغمضة. جت ليلة الدخلة وطلعنا وكنت جعانة وميتة من الجوع، بس من كتر التوتر والكسوف ما كنتش عارفة أتكلم ولا أقول أنا جعانة ولا أقول. ولقيت حماتي راحت واخدة العشا وقالت لي انتوا مش هتاكلوا. فبصيت لها كده وما ردتش، راحت واخدة العشا كله وراحت سايبة طبق واحد واللي هو أكل ابنها. الموضوع ده قفلني شوية، وبعدين قلت ايه، مش مشكلة عادي، بكرة هيجي وأنا أطبخ وأعمل اللي أنا عايزاه وكده. وكده كده أنا قلقانة فمش عارفة آكل. دخلت وغيرت هدومي وقعدنا احنا الاتنين زي بعض. هو شكله كمان ولا فاهم حاجة ولا عارف حاجة، وأنا نفس القصة دي اللي أنا حسيته يعني وقتها. وشوية كده ولقيته وهو جاي إيه، آه، محروق كده ومكسوف. بدأ إن هو بقى يقرب مني ويهزر معايا. طول فترة الخطوبة دي إحنا مكانش بيحصل بينا أي تقارب ولا هزار ولا أي شي. ابتدى إن هو يعرفني شوية حاجات ولقيته بيفهم أهو. أنا كنت مفكرة إن هو يعني خالص من كتر الكسوف والقعدة اللي كان قاعدها، يمكن برضه علشان إحنا سننا صغير.
ابتدى بقى يعمل شوية حاجات ويفهمني شوية حاجات برضه إن أنا أعملها، والحقيقة أنا كنت مندمجة وفرحانة ومبسوطة أوي. ولكن يا فرحة مكان، بعد ما خلاص ابتدينا بقى إن إحنا فعلا نعمل العلاقة الكاملة، كانت أمي قايلاني إن في حاجة هتنزل وما لقيتش حاجة نزلت ولا أي حاجة. حاجة غريبة، مستنية الحاجة دي ولا أي حاجة تحصل، مفيش. هو عمال يحاول معايا يحاول معايا ويحاول برضه مفيش أي حاجة. طب إيه اللي حاصل يعني؟ مش فاهمة. المهم بعد ما خلصنا وجه أكتر من مرة يحاول إن هو يخش عليا، مفيش حاجة نزلت. ساعتها لقيته كده وشه اتغير، وبعدين راح جايبني وننزل تحت. وأنا برضه كنت قاعدة مش فاهمة حاجة، بس أنا فعلا محصلش حاجة بيني وبين أي حد خالص قبل كده، ولا حد حصل لي أي مشكلة من أي نوع، فكنت قاعدة مطمنة. بس نفسي أفهم ليه يعني مفيش الحاجة اللي ماما قالتلي عليها دي. كنت مجهزة الشاشة وكل حاجة، وبعد ما نزل كده معرفش نزل قال لأمه إيه، وشكله قال لها الموضوع علشان بعد شوية لقيت حماتي طالعة بتقولي: هو انتي مين اللي عمل فيكي كده؟ قلت لها: عمل فيا ايه؟ قالت لي: انتي يا حبيبتي مش بنت، انت تستعبطي. بصيت لهم وقلت لهم: انتوا ازاي تفكروا فيا كده؟ انا عمري ما حد لمسني، ولا عمري عملت اي حاجة من دي. غير دلوقتي حالا راحت مطلعة التليفون، وراحت اتصلت بأمي في التليفون، وراحت قايلة لها: تعالي يا أم كذا، ألفاظ وحشة بقى، وخدي بنتك الست من هنا، بنتك اللي مش بنت النور، اللي بنتك اللي فيها وبنتك اللي عليها. وطبعا أمي قعدت تقول لها: اسكتي، قطع لسانك، بنتي أشرف من الشرف. قعدوا يتعاتبوا سوا مع بعض، وأنا عندي ضغوط وببص لجوزي ومش قادرة أجمع حاجة خالص. يعني بعد اللي حصل بيني وبينه دلوقتي واتعديت قدامه، ازاي يعمل فيا موقف زي ده؟ كان صعبان عليا أوي نفسي بصراحة. وطبعا أنا برضه جوايا شوية طمأنينة لأن أنا معملتش حاجة قبل كده. فعلا يعني مش بكذب ولا بتسلى. ولقيت أمي وأبويا كلهم جايين لي، وراحوا طالعين على الشقة فوق. طب ايه اللي حصل؟ فجي جوزي قعد يحكي لهم إن هو حاول يدخل عليا أكتر من مرة، ومفيش أي حاجة نزلت ولا أي حاجة من اللي بتحصل دي زيادة الدخلة. فأمي بتقول له: بس أنا بنتي مقفولة، أنا بنتي ما فيهاش حاجة، يعني مفيش حاجة حصلت لها، أنت المفروض تحس بده. قال لها: أنا ماليش فيه، أنا اللي أنا أفهمه واللي أعرفه يعني في حاجة بتنزل من البنت، وغير كده أنا ماليش يعني ماليش دعوة، غير كده أنا مفهمش. وراحت حماتي قالت لها أنا كنت مفكراكم محترمين، ده أنا قلت إن بناتك مية مية وزي الجنيه الدهب، طلع الجنيه الدهب باين عليه فالصو، ويحصر عليك يا ابني ويحصر على المصاريف، وعمالة تتكلم كده وأنا واقفة في نص هدومي، وبقى صعبان عليا نفسي وصعبان عليا أهلي قوي، ومش عارفة أعمل إيه. راحت أمي قايلة لهم إحنا نروح دلوقتي للدكتور لأن في حالات ما بتجيبش يعني مع الراجل. فراحت حماتي دي برضو تقول لها يعني ايه حاجات ما بتجيش مع الراجل؟ هو يا حبيبتي الشرف بيجي الدخلة بالحاجة؟ ايه اللي جاب الدخلة بالحاجات دي؟ انتي هتقعدي تلفي علينا وتألفي. فماما قالت لها يا ستي اهدي كده بالراحة، انا اعرف ناس كتير ما كانتش يعني ينفع ان الحاجة دي تتاخد الا عند الدكتور، لان هي بتبقى محتاجة دخلة بلدي يعني يعملها بصباعه والحاجات دي. راحت قايله لها طب وانا اول مرة اسمع عن الكلام ده. قالت لها لا انا مش ذنبي ان انتي ما تعرفيش ان الغشاء بتاع البقرة ده انواع. وابتدت ان هي ايه تشرح لها. فراحت حماتي مزعقة في امي، وراحت قالت لها بس هو احنا في حصة علوم يا اختي؟ انت هتقعدي تشرحي لي ولا ايه؟ تعالي نروح على الدكتور. فقالت لها ايه خلاص طيب ماشي، شوفوا انتوا دكتور كويس واحنا هنروح له على طول. راحت قايله لماما لا انا عايزه دكتوره علشان هتكسف. راحت حماتي قايلالي بقولك ايه، الكسوف ايه ما خلاص اللي بان بان. راحت ماما مزعقله وقالت لها يا ست انتي ما تقعديش تشتمي في بنتي وانتي ما انتيش فاهمه حاجه، ودينا يا ستي واللي دكتور او دكتوره شوفوا هتقول لكم ايه. وساعتها
وبقيت اتكلمي، لكن انتي هتقعدي تغلطي في بنتي وانتي مش متأكدة من حاجة، حرام عليكي اتقي الله. فراحت برضو ايه يعني، جوزي بصلها كده وحماية وابويا وراحوا ايه مهديين الموضوع، وراحوا قايلين احنا فعلا الحكم ما بيننا وما بينكم هو الدكتور، لان واضح ان هما الاتنين ما عندهمش خبرة. ممكن ابنك يعني ما يبقاش فاهم قد كده. فراحت قايله لها لا ده انا ابني وابني. وانا يعني بصراحة شايفة ان ابنها كان ضعيف برضو، انا شايفاه يعني صغنونة كده. المهم راحت مرضيتش توديني عند دكتورة، وقالت انا مش هوديكم غير عند الدكتور اللي انا عارفاه، علشان ما تقعدوش تألفوا عليا حاجة. الدكتور ده انا بثق فيه، واللي هيقوله هو الصح. لا تقولوا لي بقى دكتورة ولا كني ولا ماني، انا هروح للدكتور اللي انا بتابع معاه وعارفاه. فراحت ماما علشان تنهي القصة دي، قالت لي بصي يا بنتي اسمعي الكلام، وانتي هتتكسفي من ايه؟ يا حبيبتي ده دكتور وما تقلقيش احنا معاكي اهو. واحنا ايه رايحين فعلا عند الدكتور. وراحت حماتي برضو حكياله القصة كلها هناك. ودي كانت مخطوبة قبل كده، ودي تلاقي خطيبها هو اللي عمل فيها كده. وقعدت بقى ترص في كلام كتير، وأمي صابرة ومستحملة بس علشان خاطر الكشف يتعمل، علشان تطمن. لكن بقى لما دخلنا أوضة الكشف كده، الدكتور راح قايل لهم لو سمحتوا اطلعوا بره، عشان ما ينفعش يعني نكشف على مريضة ومعاها حد. فانا قلت له طب خلي ماما معايا، راح مرضوش. راحت ماما قالت لي ما تخافيش يا حبيبتي، وراحت طالعه بره. امي طلعت بره من هنا، وانا والدكتور لوحدنا من هنا، الا ما في ممرضه ولا اي حاجه. بقيت بيني وبين نفسي بقى اقول ايه، اخص عليك يا ماما، طب كنتي وقفتي معايا، انا مكسوفه. والدكتور قال لي نامي على البتاع ده وارفعي كده هدومك واقلعي وغطي نفسك. طب انا مكسوفه ومش عارفه اعمل ايه، وعنده جهاز كده في الوش فيه زي اللمبة. وبعدين راح كشف عليا بيه. فبعد ما كشف عليا لقيته بيقول لي انت بقى مين يا حبيبتي اللي ضحك عليكي، عرفيني وفهميني كده بالراحة وما تقلقيش خالص. فبصيت له كده وقلت له يا دكتور انا مفيش حد عمل لي حاجة، واول مرة في حياتي اعمل علاقة هي كانت النهاردة، اللي هو امبارح يعني. فرحي يعني كان فرحي. غير كده انا عمري ما عملت حاجة مع حد. كنت متوترة بقى وبترعش وعمالة أعرق، وبجد كان صعبان عليا نفسي وكاتمة العياط. راح هو قايل لي بس أنا يا حبيبتي ظاهر عندي هنا في جسمك الجميل ده إن انتي معمول معاكي حاجة. قلت له لا ما حصلش حضرتك، أنا متأكدة من نفسي. طبعا دكتور، ومش في دماغي أي حاجة تانية خالص. فبعد شوية لقيته بيقول لي طب ايه رأيك بقى، انا هقول لهم ان في غشاء بس بشرط واحد بس. قلت له ايه هو الشرط ده، وانت بتشرط عليا ليه، وحضرتك مش دكتور والمفروض ان انت تثبت دلوقتي حالا وضعي عامل ازاي علشان المشكلة اللي عندي دي، ولا انت بتعمل ايه يعني انت، انا مش فاهمة حاجة. فراح قايل لي لا ما هو بصي بقى يا حبيبة قلبي، انا مش هضيع واحدة حلوة كده وفي جمالك كده من ايديا. فبصيت له وانا بصة يعني قدامي، يعني في دم كده ضرب في نافوخي. بقيت حاسة ان انا في حلم بجد، مش مستوعبة اللي بيحصل ده كتير. انا كنت بسمع عن الدكاترة اللي مش كويسين، بس اول مرة فعلا اقع في دكتور من كده، حتى ولو هما يعني نادرين. بس للأسف حظي انا وبختي المايل اكتر من حظي بتاع الجواز ان انا اقع معاك. فراح قايل لي لو انتي سمحتيلي بقى ان احنا نهزر شوية مع بعض، انا هطلع واقول لهم ان انتي زي الفل، وان انا جبتلك الشرف بتاعك اهو بايه، بالمشرط، وان هو ما كانش ينفع يتاخد. وهقول لهم الحقيقة ان انتي الغشاء بتاعك من اللي هو الصعب، اللي هو المطاطي، اللي هو مش هينفع يتجرح عادي. بس كده ادي كل الحكاية. لكن بقى هتقعدي تماطلي وكده، هروح طالع اقول لهم يا جماعة دي مش بنت، وانتي بقى حرة وشوفي انتي عايزة تعملي ايه. رحت قايله له لا. راح قايل لي انتي مستقبلك في ايدي. قولي بقى قلة خبرة، قلة فهم، قلة وعي،
كان ممكن ان انا اصوت واقول لهم اللي هو عايزه واخليهم يودوني عند دكتور تاني وحماتي موجودة. كان ممكن اعمل اي حاجة، لكن انا خفت قوي منه وقلت له طيب بص، خير الامور الوسط. قال لي ازاي يعني؟ قلت له احنا نهزر مع بعض، وانا طبعا جوزي اللي انا لسه متجوزة ده عارفني شوية حركات كده وحاجات عملتها له الله يسامحه. فقلت له ان انا هعمل مع الدكتور كده بخبرتي الصغيرة، وان انا يعني اعدي الموقف، وان انا برضه اخليه يقول الحقيقة من غير ما اخليه يلمسني. فالمهم لما اتعاملت مع الدكتور حسيت بفرق شاسع ما بين الدكتور وما بين يعني اللي حسيته فعلا ان جوزي كان موضوع معاه يعني ضعيف. وقلت ساعتها يمكن العيب فيه هو ان هو مش عارف يعمل حاجة. ولكن لقيت الدكتور بقى اتحمس كده وسخن وابتدى ان هو مصمم يعمل معايا العلاقة كاملة. وانا لو عملت معاه علاقة كاملة وخليته يعمل الشيء اللي هو الكامل ده، فأنا كده بالنسبة لي ممكن أموت. وطبعا الموقف اللي أنا فيه دلوقتي صعب، لكن أنا كنت بقول لنفسي انتي يعني بتسيري أمورك علشان الموقف يعدي. ده تفكيري، يعني أنا عارفة إن التفكير برضو غلط، لأن كان المفروض أعمل حاجة تانية، لكن أنا مخي بقى وقف لحد هنا. ولما لقيته مصمم ومش راضي بقى يسيبني والموضوع معاه بقى اشتغل خلاص، رحت قايله له لا، لأ يعني لأ، مش هاخلّيك تلمسني في المنطقة دي أبدًا. أصل مش معقول يعني أكون أنا محطوطة في موقف صعب وبيقولوا عليَّ مش بنت ولا عملت حاجة مع حد، وأنا رايحة أثبت عكس ده، أقوم أخلّيه ييجي يمّي يعني، خصوصًا إن أنا شكيت في اللحظة دي إن السبب في إن أنا يعني شرفي مش راضي ييجي معاه هو جوزي، لإن هو كان ضعيف. ففكرت بقى كده تفكيري جابني كده أروح أنا عاملة حاجة أضيّع شرفي بجد يعني، وأرجع معرفش أثبت حقي ولا أثبت إن أنا كنت مظلومة قصادهم ويفكروا فعلا إن أنا إنسانة وحشة. ده دماغي بقى وده تفكيري. ساعتها طبعا هو لما لقاني قلت كده، اللي ما عندوش ضمير رغم ان في دكاترة تانيين غيره وممكن يعني وارد يجي في باله ان انا هروح لدكتور تاني، راح طالع وقال لهم يا جماعة بنتكم مش بنت، شوفوا بقى ايه اللي حصل فيها. وانا طبعا كنت بموت حرفيا. امي وابويا كان الوضع فعلا صعب صعب جدا. وطبعا حماتي قعدت تلسم بالكلام وتشتم وتغلط وتقول الطاهرة الشريفة اللي كانت عمالة تعيط اللي فكرتها واللي اهلها، وقعدت ترص في ايه كلام كتير قوي من كتر ما انا كنت تعبانة مش فاكرة نصه، وشتيمة والفاظ صعبة صعبة جدا. امي راحت قامت بصالي كده وقالت لي انا بس حسابنا في البيت، عايزة تقعدي معايا، لان امي برضو يعني مش مقتنعة ان انا اكون في حاجة، يعني عارفة وواثقة جدا ان هي مربياني ازاي انا واخواتي، وعارفة ان احنا مش بتوع الكلام ده. وخطيبي ما كانش بيقعد معايا اصلا لوحدنا. فبعد كده راحت حماتي قالت روحوا بقى ايه، روحوا خدوا بنتكم، ومش لما نشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى، ونشوف بقى اجراءات احنا هنتصرف مع بعض ازاي بعد كده. طبعا روحت امي مسكتني في الاوضه، كلتني علقه وانا مظلومه، قعدت اعيط. فرحت حكيت لها كل حاجه حصلت في قعدة الدكتور. راحت قايله لي انتي مجنونه، انتي عبيطه، ازاي ما تصوتيش، ازاي ما تندهيش علينا، كنت قولي كده كنا هناخدك على دكتور تاني وحماتك معانا وجوزك علشان يتأكد منك، وتعرفي ان الدكتور اللي هو موديانا عنده اصلا دكتور شمال وابن 60 كلب. ازاي انت تطوعي في الحاجة اللي شبه كده؟ قلت لها يا ماما ما انا خفت والله وما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، وقلت امشي اموري، بس هو ايه ما عجبوش، بس كده هو ده اللي حصل. يعني ما خليتهوش ييجي يمي خالص، يعني انا عملت له كل حاجة، لكن ناحيتي انا ما خليتوش يلمسني. قالت لي فالحة، وده حرام اللي انت عملتيه برضه، وانت مفكرة كده يعني ربنا هيسامحك على اللي انت عملتيه؟ دي حاجة فيها اصلا انا كنت بسير اموري، انا ربيتك كده، انا علمتك كده، دي كانت جوازة سودا، يا ريتك ما اتجوزتي ويا ريتك كنت فضلتي جنبي، يا بنت الحلال كنت بس نادي علينا كان الموضوع هينتهي.
قلت لها يا ماما انت اللي مشيتي وسبتيني، طب عامل ايه يعني؟ قالت لي المهم دلوقتي يلا بينا بسرعة على دكتور تاني. وابويا وشه ده بقى اسود، مواش فاهم برضو حاجة. امي طمنته وقالت له يا حاج ما تقلقش، بنتنا اشرف من الشرف، بس تعالى نروح لدكتور تاني علشان الدكتور ده طلع مش كويس وكان عايز يعمل حاجة مع البنت. ولما هي مرضتش راح قايل لنا كده، راح قايل لها طيب انا يعني هعرف حسابي معاه وبس ايه نفوق من الموضوع ده. وراحوا واخديني ورحنا عند دكتور بره، برضه راجل تاني، وراح كشف عليا وامي واقفه معاه، وراح قال لها حضرتك بنت من النوع المطوطي ولازم يعني يتفتح بمشط، بس يخلي جوزها يكون موجود علشان يتأكد ان هي بنت بنوت، علشان الحالات اللي زي كده لازم الزوج يكون حاضر، مش هنعمل حاجة خطوة يعني زي كده من غير وجوده. فأمي اتصلت وقالت له طب يا دكتور اكتب لنا كده شهادة الأول، وقالت له اكتب لنا شهادة برضو يعني ايه تقرير علشان نجيب ايه جوزها، لحسن هي يعني مامته ايه حكت له بقى القصة كلها، وقعدت اتكلمت معاه وكده. الدكتور قال لنا لازم تقدموا شكوى في الدكتور اللي عمل فيها كده وتعملوا محضر علشان هو كده شخص مش أمين. يعلم ده كان ممكن يكون هو دكتور أصلا ولا مش دكتور ولا نيلة وبيزاول المهنة كده وخلاص، أو دكتور مواش كويس. فانتم علشان ما يقعش ناس تانيين معاهم فيعني اعملوا محضر. فأبويا قال له ما تقلقش يا دكتور أنا هعمل الموضوع ده بس أما أخلص من بنتي. أخدنا التقرير وأمي كانت فرحانة، وراحت رايحة لحماتي علشان تثبت لها الموضوع، وحماتي برضو إلا ولازم لا يا حبيبتي انت طبختوها مع بعض، انتوا انا ابني مواش عبيط، انا ابني مواش صغير، انا ابني وابني، انت اللي بنتك ما تلزمناش. طبعا لقيناهم بقى قاعدين في شقتي مستخدمين حاجتي واكلين الاكل اللي امي كانت جايباهولي، وحاجات في التلاجة وحاجات في البيت مش موجودة، حتى لو ما اكلوهاش فهم نزلوا تحت يعني نزلوها تحت، اكلوا اللي اكلوه شالوا اللي شالوه. وغسلة هدومهم في الغسالة بتاعتي الجديدة ومنشرة عندي ومشغلين البوتاجاز وعايشين على كل الأجهزة بتاعتي. فراحت ماما قايله لها طب لما انتي ناوية تطلقي بنتي وما انتيش عايزة تسمعي كلام الطب وان انا بنتي بنت بنوت فعلا، والدكتور بيقول كده ياللي ما بتفهميش حاجة يا جاهلة، ليه بتستخدمي حاجتي كده وليه بتعملي لها في الحاجة بتاعتها كده؟ راحت قايله لها ليه، هو انتي عايزة ابني يتجوز ويبقى اسمه اتجوز ويطلع فاضي؟ ما هو ما انتوش يعني واخدة حاجة من الحاجات دي اللي انتوا جبتوها، كل الحاجات دي انا هاخدها. راحت ماما بصلها كده وقالت لها وانت تقبلي؟ قالت لها وانا مالي، بنتكم هي اللي طلعت مش بنت، هو انا يعني هجوز ابني لواحدة مش تمام، بنت شمال وعالم يعني ربنا عالم عاملة كده مع مين وفين. وقعدت بقى تتكلم وتجرح بالكلام، وراحت امي قايله لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، اذا كان انتي ولا جوزك ولا ابني ده انتوا باين عليكم عيله المامه، انا بنتي اشرف منكم كلكم وربنا وحده هو اللي عالم، ولا هيفرق معايا كلامك ولا كلام حد، بس حسبي الله ونعم الوكيل ويجيب لي حقي منكم. انا بنتي بنت والشهادة معايا اهي، انتي اللي وديتينا عند دكتور ابن 60 في 70 وانا هعمل فيه محضر علشان انتي ما انتيش عارفة هو كان عايز ايه. وراحت امي حكي لجوزي الموضوع، تحس ان جوزي كان يعني ايه متعاطف معايا شوية، بس امه كانت بتصغر له الزغرة وتقول له خلاص انا هنجوزك واحدة تانية، انت ما تتجوزش واحدة عاملة كده ابدا. وحرقت دمنا وما رضيتش خالص تستوعب ان في حاجة اسمها انواع غشاء بكارة وان كل واحدة بتفرق عن التانية. وده كلام الدكتور اللي انا فهمته منه وقتها، وقصتي انتهت مع الناس دي على كده. راحت امي مروحة وراحت قايلة لابويا حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دول، ده ناس بعرر وانا والله ما زعلانة على اللي حصل. فابويا بصلها كده وقال لها والفضايح وكلام الناس، قالت له الناس عارفة ان احنا مين كويس واللي شاكك فينا فربنا اهو، هو المفروض وهو يعني المطلع وهو الحكم، وتوظف الناس وتوظف كلام الناس، هي الناس بتنفع في ايه؟ احنا عندنا ورق وورق عرفي وهنقطعها وهم هيقطعوها، وربنا يعوضنا عن الجهاز اللي هم خدوه لان هم قبلوه،
لكن دي ناس جعانة، احنا كان يعني بنتنا كانت هتعيش معاهم ازاي دول؟ انت عمال تقولي دول ناس كويسين وناس محترمين، مفيش الكلام ده. دول ناس جعانين وناس مش محترم. يعني حتى ما بيفهموش. الست اللي هناك دي عمالة افهمها وكلام الدكتور، وعمالة اشرح لها الدكتور عمل ايه في بنتي، ولا هي هنا ولا بتفهم ولا بتسمع ولا اي حاجة. مستخدمين حاجة البيت، الله يعوض عليها او عليه العوض ومنه العوض بقى، مش مشكلة. وانا خلاص هجوز بنتي وهي صغيرة، بنتي تقعد جنبي وان شاء الله لما تتجوز ونفرح بيها الناس بكرة هتعرف قيمتها. وانت روح اعمل في الدكتور محضر، علشان برضو هيثبت ان احنا كلامنا فعلا صح وحقيقي. فعلا بابا راح وعمل المحضر، والناس كلها عرفت القصة بتاعتي، والناس كلها عرفت ان انا فعلا كويسة، والدكتور اتمسك وفي ناس كتير اشتكت منه وكله كان ساكت. لما انا اتكلمت وابويا اتكلم بدأت كل الناس بقى تطلع اللي جواها من ناحية الدكتور ده. انا الحمد لله سمعتي رجعت زي الاول، والناس عرفت فعلا ان انا بنت شريفة والحمد لله. لكن تجربتي انا مريت بيها دي بالنسبة لي كانت قاسية وصعبة. ان حد يطعنك في شرفك وانت فعلا حرفيا ما عملتش حاجة. عدم قبول الكلام من حماتي بجد كان تعبني نفسيا. كان نفسي قوي ارد عليها واخد حقي منها واثبت لها ان انا شريفة انا كويسة، انتي ليه مش عايزة تسمعي؟ ليه مش عايزة تفهمي؟ في ناس كتير في حياتنا بتبقى واخدة موقف على حاجة غلط، والواحد تعبان ونفسه ياخد حقه، بس مش عارف. الحمد لله ان ربنا جاب لي حقي، بس انا ولو عدى عليا 100 سنة عمري ما هنسى الموضوع ده. ولحد الآن أنا مش حاسة إن في عندي أي شهية للجواز، ولا حاسة إن في أمان في الرجالة بسبب اللي جوزي عمله واللي الدكتور عمله معايا. وخايفة قوي من الخطوة دي بعد كده. بس أنا قررت أحكي حكايتي كرسالة وعبرة لبنات كتير جدا ممكن تتحط في الموقف اللي شبه زي كده، لأن أنا لقيت ناس كتير بتحصل لها حاجات شبه كده وفعلا بيروحوا للدكتور، وللأسف في ناس ما عندهاش إدراك لده وما تعرفش ازاي. واحنا في الزمن اللي احنا فيه ده في ناس ما تعرفش تفاصيل شبه كده. فبجد القصة دي فيها عبرة، سواء انتي بنت او انتي ست عندك ولاد، او انتي ست عندك شباب هيتجوزوا. القصة فيها عبرة كبيرة جدا، وعلشان كده انا قررت ان انا احكي حكايتي، ولازم الانسان يتمسك بالصح. انا ندمانة جدا جدا ان انا سمحت لنفسي ان انا اعمل حاجة حتى ولو يعني بنظرتي وقتها ان هي حاجة تافهة وحاجة بسيطة علشان بس اخلص من الموقف. لكن مش قادرة اسامح نفسي على اللي انا عملته مع الدكتور، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد بيظلم حد او حتى بيطعن حد في شرفه بدون علم ويجهل بيه. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي. ولو كملتوا قصة النهاردة لحد هنا ما تنسوش تشاركوني برأيكم في التعليقات، لانه اكيد بيهمني. واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. يا ريت بقى لو تعملوا شير لأصحابكم وحبايبكم علشان يسمعوا القصة هما كمان ويتابعوها معانا النهاردة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.